السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت لكم مقطع من الجبل. المهم يا حبايب قلبي، كأنه كثرت هذا الأيام عاهة التيك توك زادت بقوة. كنا نسمع يا شباب من قبل كنا نسمع كانت تجي حاجة اسمها شباب المستقبل، للحين بنسمع عاهة المستقبل. يا بالله عليكم شوفوا هذا المقطع، هذا ذي قال عدو لقي ربه. استغفر الله العظيم. سلام رب يسوع المسيح. من هنا سوف أعلن الشهادة، والشهادة هي أشهد أن يسوع المسيح هو خالق السماوات والأرض. أشهد أن يسوع المسيح إنه صلب من أجلنا. يا بالله عليكم شفتوا المقطع؟ والله هذا الشخص يعني لقي له على من يضحك. مثل هذا العاهات قديم موجودة من زمان، والله لا يبيع نفسه بقرش الريال، يعني لقي له على من يضحك. لكن والله شكل الدبور، شكله عيد برا القوم يا جماعة. نشكر رب يسوع المسيح. حاليا أنا في هذا المؤتمر، واليوم سوف أتكلم أيضا عن اليمن وعن الرب يسوع المسيح كيف خلصنا وكيف هو إله حي. فالآن هو في هذا المؤتمر. قلت لكم الرجال مشوناوي من واخير، صدقوني خرجوا والله لا ينكبكم. وبعد عادوا جاي فرحنا بين مثل اليمن. قلت لكم يا جماعة الخير، هذا العاهات ما تشتي لها إلا بزنز. وأنا أقول يعني لو طايروه ولا طرطوه ولا ذيه، أنا متأكد إنه معي رجال عندنا ورجع يقول أنا أسلمت أنا أسلمت أنا، لكن ما هو داري ما عيرده عندنا إلا الموت. إيه عندنا جالي هذا اسمعوا إيش قال له هذا. قال يا عم علي هل صحيح كنا من قبل قرود؟ يا أخي والله أهنيك، تستحق والله تصفيق. وهذا بيقول هل كنا من قبل صحيح قرود؟ شوف، داروين ما قال إن أصل الإنسان قرد، يعني أصل الإنسان قرد، هذا القرد اللي معروف اليوم اللي هو الشمبانزي وغيره. هو بيقول أن به سلف مشترك للإنساني والقرد، به جد مشترك بس، وبه سلف مشترك للإنساني وحتى للصرصور، بس سلف أبعد بكثير. بينما السلف المشترك اللي بيننا وبين القرد والشمبانزي هو سلف قريب، لأنه اللي بيجمع بين الإنسان والشمبانزي والقرد تقريبا 98% من الجينات، يعني الدي ان اي متشابه ب 98 أو 97%، يعني الترابط قوي. لكن في حاجة بيسموها القردة العليا. القردة العليا اللي هي أسلاف القردة وأسلاف الشمبانزي وأسلاف البشر. صحيح كلنا بننتمي للقردة العليا، مش للقرد اللي موجود هنا الآن ولا الشمبانزي اللي موجود هنا. البعض بيقول لك شوف يا حيوان تكلم عن نفسك، ايش الثقل العمية هذا؟ اصل الانسان ما قرد الا انت وامثالك. تصور من نازل يا مرحبا هكذا ما هكذا مش بتين نيس على البطاطا. طيب هكذا شو البطاطا؟ والله العظيم عاد البطاطا اشرف منش واحسن منش. هذا قصيش يعني ايوه ما يخليش الواحد هكذا يطلع ملامحك غريبه. هكذا صح، يعني حية يلا بالخير ان شاء الله تطلع عنه خير حاليات. كانت الملامح غريبة، معلش لكن انت غريبة بكلش. عليكم انه خرج قفشت الرقاضة. اريو وعندنا باقي معنا واحد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتشر لي مقطع في الآونة الأخيرة تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب وحنق شديد، وأنا أقول في هذا المقطع إن محمدا عليه الصلاة والسلام نشأ في بيئة متخلفة عن العالم. وأنا من هذا المنبر ومن هذا المكان أقدم اعتذار شديد اللهجة إلى الإخوة والأحباب والأصدقاء والمتابعين الذين وصلهم هذا المقطع، وأقول لهم أنا أعتذر. بالنسبة لهذا يعني بس حيوان أليف، يعني ما هو شيء زي الأولين، هو بس حيوان أليف يا جماعة. مدري ايش في الناس، أول ما تخرج من اليمن يا أما تلحد يا أما تكفر يا أما تفتل، إلا من هدى الله. يا أخي حتى تتخلف وتخرج من الدين وهذا، يا أخي على الأقل كن إنسان لا تكونش حيوان. وفي نهاية المقطع إن شاء الله نشوفكم في مقطع ثاني.